هاي مرحبا بكم فيديو جديد. كيف ما تشوفوا العنوان هذا الفيديو هذا غادي يكون Q&A. بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا حيت قربت نوصل ل 2000 ابوني، وهذا بالنسبه لي حاجه اللي زوينه الصراحه. وهذه تقريبا وقيله شي عام ولا عام وزياده ما درت لكم Q&A. داكشي علاش قلت بما ان زعما لاشين ديالي بدات كتطلع وكذا وبنادم جديد بدا كيدخل عندي لاشين، خصني ندير لكم شي فيديو بحال هكا باش اللي جديد يزيد يتعرف عليا، حيت كنلقى بزاف لي كيسيون في لي كومونتير اللي عاديين ولكن بنادم ما عرفهمش حيت مازال جديد. جمعت صراحه شي اسئله من شي فيديوهات، وداك الاسئله الاولين اللي عاديين اللي اصلا يتقالوا هما الاولين كنت حطيت لكم واحد البوست قلت لكم قولوا لي اسئله، وفي شي فيديوهات كيوصلوني بحال هكا شي اسئله. داكشي علاش جمعت لكم كلشي وغادي ندير لكم في هذا الفيديو هذا. ما تدوش عليا لقيتوني كنلعب في شعري بزاف، ما عرفتش واش غادي يبرزطكم هاد القضيه هذه، ولكن دابا حيت شعري ما بقاتش مزيان داكشي علاش. وقلت غادي نصور لكم هذا الفيديو هذا. عرفتوا دابا كنصوروا مع 12 ونص الليل، قلت غادي نصور لكم غادي نصور لكم باش ما نزيدش نعكس وباش ما نغبرش عليكم، حيت عارفه راسي كنغبر عليكم بزاف. كتبت كاع الاسئله اللي خصني هنايا. اول حاجه نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا وتيك توك ديالي هنايا، حيت في اكثر من فيديو كيوصلوني دي كومونتير ديال قول لنا سميه الانستغرام ديالك وديال تيك توك ديالي، وكاين اللي ما كيعرفهمش. ها دابا نبداو. اول حاجه السميه ديالي كلها هي بسمه بن زهره، داخله في يوتيوب بسمه بن، حيت جاتني الكنيه ديالي طويله بزاف انني ندخل بسمه بن زهره كلها. قلت غادي نختصر الكنيه ديالي، وهذه صراحه كانت الفكره ديال اختي، اللي هو غادي نشد غير داك الاول من كنيتي اللي هو بن. بالنسبه لشحال في عمري، وهذا الشيء اللي بنادم بزاف كيغلط فيه، ودائما بنادم كيمشي غلط في العمر ديالي. كاين اللي كيسحبوا 17، كاين اللي كيسحبوا 16، كاين اللي كيسحبوا عندي الباك. صراحه هادشي ماشي غير في السوشيال ميديا، هادشي حتى في الحقيقه كيطرى لي هذا المشكل بزاف. كيعطيوني داك عامين فوق العمر ديالي حتى في الحقيقه. بالنسبه للعمر ديالي انا عندي 15 عام، عندي هذا العام 5 كان. بالنسبه لشحال فيا في الطول والوزن، اخر مره كنت مشيت للطبيب وكنت عبرت الطول ديالي كنت لقيت فيه 170، دابا كنظن تكون ولات فيه واحد 172. وبالنسبه لشحال فيه في الوزن، الصراحه شحال هادي ما كنت شفت شحال فيه في الوزن. كنخرج ما كنمشيش للفارماسيان باش نشوف شحال فيه في الوزن، ولا شفت شحال فيه في الوزن راه غادي نقولها لكم ونوريكم الورقه. انا باش كنت صغيره كنت رقيقه بزاف، لدرجه في قمه كنا كنتجمعوا في شي بلاصه كانوا كيقولوا لماما واش ما كتاكلش وكلي هذه لا هذه باش تفتح لها شهيه ديالها هذه. وانا زعما باش بديت كنكبر شويه داك النصائح كانوا كيدخلوا لي من هنا وكيخرجوا لي من هنا، حيت انا شحال ما كليت انا ماشي ما كناكلش، انا شحال ما كليت كيبقى هذا هو الوزن ديالي. فهمتوا زعما ما كنتزادش، زعما ماشي من النوع اللي الا كليت كنزاد واحد الغلط بزاف، ولا الا كليت وكنت مرتاحه وكذا نزاد بزاف. لا ما كنزادش، يعني انا دايره بحال ما عمري ناكل حساب باش نغلط، ما غادي ندير حتى حاجه باش نغلط. صافي انا كناكل ماكلتي الطبيعيه، الوجبات ديالي الطبيعيين صافي. بالنسبه حنا شحال زعما في العائله باش تكونوا عارفين، باش نهضر تكونوا عارفين، كاين ماما كاين بابا وكاين اختي اللي هي ابتسام، اللي دائما كنقول في الفيديوهات ابتسام، كيكون خصني نوضح شكون ابتسام. اختي كبر مني ب4 سنين، وهي ما كتقراش هنايا في المدينه اللي انا ساكنه فيها، هي كتقرا في الرباط. الصراحه الالوان اللي كيعجبوني بزاف، واخا تشوفوني زعما كنلبس الالوان. انا عندي الكحل، كنت واحد الايام تنبليه بزاف بالكحل. عندك الكحل الابيض. بالنسبه للصراحه الماكله باش تكونوا عارفين، انا انسانه ما كتاكلش بزاف الحوايج. البسطير كتعجبني، الدجاج محمر كيعجبني بزاف، اللحم بالبرقوق، هادو زعما في الماكلات المغربيين. اما في شي حاجه اخرى ما كناكل بزاف طاكوس، وكتعجبني طاكوس وبيتزا صافي. بالنسبه لشخصيتي كي دايره، بديت كنكبر، بديت صراحه كنتبدل شويه، بديت كنولي شويه كالم. انا ماشي كالم بزاف، وانا من صغري معروف انني انا ما زعما شي بنت لي هاد بزاف. بديت كنكبر صراحه شويه، بدا كيعجبني بعض المرات انني نكون بوحدي، انني يكونوا الضياف ما نكونش معاهم. ماما دائما كتقول لي مازال عقلك صغير، ما عرفتش علاش، ولكن انا في الدار ومع لا فامي ومع كذا، خصوصا زعما مع ماما وبابا داكشي، كنحس انا كنت رجع ديك البسمه الصغيره، وكيولي عقلي صغير، وكنولي بغا نضحك وبغا ندير من غير هادشي. زعما مع الناس بالعكس كيكون عقلي كبير، واخا زعما مع صحابي داكشي كنكون كنضحك، ولكن كنحس انه بعض المرات كيكون عقلي فايت عمري في بزاف الحاجات. صراحه انا عصبيه، انا كنغضب بزاف 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 بزاف. هاد الحاجه ما كنتش كنتقبلها باش كنت صغيره، ولكن انا غضابه بزاف، حنينه بزاف. انا الا شفت شي واحد عزيز عليا كيبكي نقد نبكي، شفت اي حاجه كتبكي نبكي. المهم انا حنينه بزاف، وعندي واحد الدمعه هنايا. الاجتماعيه، انا كنهضر، انا دغيا كنتاقلم مع كاع الاعمار، راسي قاصح، الا بغيت ندير شي حاجه نديرها.
ما بغيتش نديرها ما نديرهاش، ما كنصبرش. بغيت الحاجه اليوم خصها طرا اليوم، بغيت ما تثبتنيش تقول لي نمشيو لهاد البلاصه ولكن انت هاد السيمانه الجايه قلتي لي نمشيو لهاد البلاصه خصك تمشي ليها معايا في داك النهار اللي قلتي لي بالضبط. مغياره كنغير على الناس اللي كنبغي. بكايه انا كنبكي بالزربه على سبه. عندي واحد البكيه قلت لكم قبيله على سبه واحده هنايا. احسن حاجه زوينه في شخصيتي هي انني حنينه. اخيب حاجه ما كتعجبنيش في راسي هي انني عصبيه. الفوبيا ديالي عندي فوبيا وحده اللي هي من القطوط. ما عرفتش علاش بزاف اللي كتجيهم هاد الفوبيا غريبه، ولكن انا كنعرف بزاف الناس عندهم هاد الفوبيا. بالنسبه للصراحه شكون الشخص اللي انا قريب عليه بزاف؟ بابا. انا وبابا بحال الصحاب، بيناتنا واحد العلاقه زوينه بزاف. نتوما ما عارفينش عليا هاد الحاجه، ولكن انا كنبدا نهضر على بابا كتجيني البكيه. بابا فيه كل شيء، واحد الاب اللي زوين بزاف، حنين ظريف. بحال الناس اللي مميزين في حياتي هو اختي، بابا وماما. وفي راسكم انا باش كنت صغيره كانوا كيبغيو يبكيوني، كنكون في شي بلاصه كيبغيو يبكيوني، هادشي ماما عارفين. كانوا كيجبدوا لي كيقولوا لي باباك شي نهار يموت. ني فوا تقول البسمه ان باباك شي نهار غادي يموت، ما كنتش كنتقبل هاد الفكره. كان عندي خوف من انه بابا شي نهار يموت. في خباركم مازال صراحه عندي، ولكن دابا ولات باش كيهضر معايا بنادم على هذا الموضوع كنقد نهضر. شحال هاد الكلمه ما كانش خص بنادم يقولها ليا. بغيتو باش تبقى معكم مزيانه وتبقى غادا وكتضحك، ما خصكمش تقولوا ليها ان باباك شي نهار غادي يموت. ان فوا كيقولوها ليا صافي كنتفرقع بالبكا. اوكي. وكنقول يا ربي يطول في عمره ولا هو لا ماما، ان شاء الله نقدر نرجع لهم ولو غير شويه من داكشي اللي داروا معانا، حيت يستاهلوا بزاف الحوايج اللي زوينين. بالنسبه لي فين كندير المونتاج، هذا السؤال هذا كيوصلني بزاف. انا في الاول كنت كندير المونتاج في انشوت. هي الصراحه الا بغيتو تبداو يوتيوب خصكم تتعلموا فيها، حيت هي ساهله ودغيا غادي تفهموا لها ودغيا غادي تعرفوا تمونطيو فيها. وبالنسبه لفين دابا حاليا كنمونطي، كنت نسالي سميت هاد لابليكاسيون دائما. شوفوا انا نحط لكم هاي لابليكاسيون، نحطها لكم هنايا. هذه اللي دابا كنمونطي فيها. هذه خصكم تكونوا صراحه دوزتوا بزاف الوقت في انشاط باش تتعلموا. الصراحه شويه صعيبه في المونتاج وفيها بزاف الحوايج صعاب وما تقدوش انا حاليا ومازال ما كنفهمش شي حوايج فيها. داكشي علاش كنصح انه بنادم اللي مازال يلاه باغي يبدا بانشاط عادي يدوز لهادي الا بغا. بطبيعه الحال هادشي في التليفون حيت انا كنمونطي في التليفون، اما بيسي حاجه اخرى. بزاف الفيديوهات كيسولوني على سميت الاغاني اللي كنخدم بهم. كاينين شي اغاني اللي كيكونوا في لابليكاسيون، كاينين شي اغاني اللي كندير لهم ريكورد من يوتيوب. الا بغيتو شي اغنيه قولوها لي في شي فلوق، قولوا لي الاغنيه اللي في هاد الدقيقه وانا غادي نكتب لكم، انا غادي نجاوبكم، نكتب لكم السميه ديال داك الاغنيه وتدخلوا تقلبوا عليها في يوتيوب الا بغيتو. اكثر موقف محرج طرا ليا. شوفوا انا من المواقف المحرجه اللي كطراو لي دائما كنسها. انا واحد الانسانه اللي كنكون جالسه كنديرها، ودابا انا كنسى كنبقى ندير واحد النظرات ديال الحب في بنادم باش تكونوا عارفين انني انا باش كنسى كنولي ندير واحد النظرات. وبزاف بنادم كيسحبوا كنشوف فيه راني كندير واحد النظرات ما عرف شنو، وانا كنكون غير ساهيه. وهذه كطرى لي دائما، ومن اكثر المواقف المحرجه اللي كطرى لي في حياتي نقدر نقول لكم يوميا. اكثر حاجه ندمتي عليها في حياتك؟ انا وليت واخده مع راسي واحد القرار، حيت شوفوا انا انسانه اللي باش كدير شي غلط كتبقى تفكر بزاف، وانا اصلا انسانه كتفكر بزاف وكنبقى نفكر بزاف وكنبقى نقول علاش وكيفاش وكذا وكذا. من بعد خديت واحد القرار قلت بسمه كتضيعي في وقتك باش كتقيتلومي في راسك وتقولي علاش وكيفاش، حيت هانتي قلتي علاش وكيفاش وما عرف شنو ما كيطرا والو، ما كتبدل والو. دابا انت داكشي اللي درتي راه درتيه، داك الندامه ما عاد تنفع بوالو. فداكشي علاش وليت كنقول مع راسي بقيت تفكري قبل ما دير داك الحاجه. انا اصلا انسانه كتفكر بزاف في الحاجه، بقيت تفكر في السلبيات والايجابيات باش ما تضطريش تندمي من بعد. ولا هانتي طرات شي حاجه خايبه وما كنتيش مفكره فيها وما كنتيش ضاربه عليها الحساب، صافي طرات لي طرا. كانت شي حاجه غادي تصلح، ما كانتش حاجه غادي تصلح. ما عندي لاش نبقى نمرض في راسي ونلوم في راسي ونقول علاش وكيفاش. شي حاجه كنتي ما كتحمليهاش ولات عزيزه عليك. شوفوا باش نقول لكم انا واحد الانسانه اللي ما كتعطيش الفرصه للحاجه. الا كانت شي حاجه ما كتعجبنيش سواء في الماكله، المهم انا كنهضر لكم دابا على الماكله، كانت حاجه ما كتعجبنيش ما غاديش نعطيها فرصه، نقد نتيستيها. لا الا بقى كيقول لي بنادم غير جربي، ولكن غالبا ما كتبدلش النظره ديالي داك الحاجه، واخا كنجربها كنقول لهم مازال خايبه. وباش نقول لكم زعما على شي شخص، انا ماشي من اللي كيعطي حكم مسبق، انا من اللي كيتعرف على بنادم عاد كيحكم عليه. داكشي علاش ما طرتش لي زعما مع شي بنادم قلت عليه راه متكبره وشي بلان وصدق ظريف. هذيك انا اللي كيقولوا عليا بزاف، كيقولوا عليا متكبره وحاسه براسها وكذا وكذا، في الاخر كنبان لهم ظريفه باش كيعرفوني. ما عمرك ندمتي على شي حاجه وعلاش؟ المهم راه هذا السؤال تقريبا جاوبت عليه. قلت لكم راه خديت قرار مع راسي انني بلا ما نبقى نلوم في راسي وندم وكذا وكذا. داكشي علاش هادشي جاوبت عليه. شي نصيحه توجهيها ليك من هنا للفيتور؟
your big goal. انا المستقبل كنظن غادي تكون بسمه واحد اليوتيوبرز اللي ناجحه ان شاء الله الا بغى الله، وواحد الانفلونسرز اللي ناجحه ومشهوره ان شاء الله ان شاء الله. وباش غادي تكون في داك المرحله غنبغي نقول لها انك كملي في هادشي اللي كديري، وانا متاكده تكوني كديري ان شاء الله شي حاجه زوينه، وانا متاكده تكوني تبدلتي اكثر من اللي بديتي كتبدلي دابا، تكوني زدتي قوتي الشخصيه ديالك وزدتي خدمتي على راسك، وان شاء الله مرام غادي تنجحي ان شاء الله. غادي ترجعي تشوفي هذا الفيديو هذا وتشوفي كيفاش كنت كنهضر عليك انك غادي توصلي لهادشي اللي انت واصله ليه حاليا. وهاد الهضره هذه صراحه كنبغي نقول لكم كلشي، كنبغي نقول لكم كلكم ديروا بهادشي اللي كنقول لكم، تبدلوا للاحسن ما تبدلوش للاسوء. هادشي اللي غادي تكون ان شاء الله بسمه دارسو، وكنشوفها زعما تكون انسانه قاريه ومثقفه راسها. يور بيج جول هو كيف ما قلت لكم نكون انسانه ناجحه في حياتي العمليه، وانني نكمل في هادشي اللي كنبغي، ونولي انفلونسرز كبيره ان شاء الله، ونولي يوتيوبرز كبيره. شحال في عمرك وشنو هو التاريخ ديال عيد ميلادك؟ بالنسبه لشحال في عمري قلت لكم عندي 15 عام في الاول الفيديو، وبالنسبه لتاريخ عيد ميلادي 26 شهر 8 2008. شي بلان بقى لك في راسك وتعلمتي منه بزاف. مادام ربي بغى داك الحاجه طريق في حياتك يعني غتعلم منها شي درس، يعني خصك تخرج معلم منها شي حاجه، ماشي غير يبقاو يدوزو التجارب في حياتك وانت غير غادي. اي حاجه دازت في حياتك خصك تاخذ منها واحد الدرس، حيت كون ما كانش ربي عارفك ان قد داكشي اللي غادي يعطيك في حياتك ما غاديش يدوزك من بزاف ديال الصعوبات في حياتك، حيت الحياه بحال هكا حتى واحد ما لقى كيما بغا كيما كنقولوا. اي حاجه صراحه ولات كطرالي في حياتي وليت كنتعلم منها، وهادشي تعلمته غير من التاسع، حيت في التاسع ديالي دوزت واحد العام اللي بالنسبه ليا ما زوينش بزاف، ولكن تعلمت منه بزاف الحوايج اللي زوينين. وكانوا فيه شي اشخاص دخلوا فيه لحياتي اللي دابا ما باغاهمش في حياتي، كانوا اكثر منهم اللي ناس مرض صراحه في راسهم، ومازال حاليا كنشوفهم انهم مازال مرض في راسهم، مازال ما طوروش من شخصيتهم، ما طوروش مع راسهم. انا صراحه كنشوف انني طورت بزاف من شخصيتي من التاسع للسانكيام، يعني وقيلا نقدر نقول لكم انه الحاجه اللي بقات لي في بالي وتعلمت منها بزاف هي العام زعما ديال التاسع ديالي كله، كيفاش دوزت شي زلزال. وخا صراحه تفات عليه بزاف الوقت، ولكن كنبغي نقول زعما الله يرحم كاع الناس اللي كانوا ماتوا في الزلزال. انا كنت ناعسه، انا ديك الساعه كان عندي فقر الدم طايح بزاف، وكان نعاسي مخربق، كنت كنعس مع 8 نفيق مع 12 نرجع نعس مع 2 نفيق مع 6 د العشيه نرجع نعس مع 8 د العشيه، كنت كنفيق ناكل ونرجع نعس، كان نعسي بحال هكا. باش ضرب الزلزال انا كنت ناعسه ما حسيت بوالو. ماما كانت جالسه بحال هكا في الصاله، اختي في الرباط، ديك الساعه كان فهمت مازال ما دخل البرد بزاف، كان الجو عادي. ماما كانت دايره بحال هكا واحد البونجو في الارض، وكانت جالسه في الارض والستيري موراها، شويه كتحس براسك كتحس بالستيري موراها كتزعزع، وكتحس براسك كتزعزع. ماما قالت وقيلا غنموت، تخيلوا فكره تحت الماء في بالو. بابا كان في القهوه، انا هنا في البيت ناعسه. المهم ماما دخل مع الشك، الحاجه الوحيده اللي بقيت كتفكر فيها هي راه غادي تموت، الله يسر الله يسر والله يطول في عمرها. ما عيطاتش ليا، شويه كتعيط لها ابتسام، قالت لها ماما واش كتحس بشي حاجه؟ قلت لها ايه. قالت لها نوضوا دابا خرجوا من الدار الزلزال. عاد ماما جات كتفيقني، بسمه انا ديك الساعه عقلي ما بقيتش يتقبل شنو طاري في الحياه. فقت على خاطري، مشيت غسلت وجهي على خاطري، بدلت حوايجي، حيت بيجامه، لبست قبيه وسروال، جمعت تليفوني، جمعت شارجوري، صافي درت شعري، درت عليه القب، مشيت هزيت شنو كنت هزيت وقيله واحد التفاحه ولا شي حاجه بحال هكا خفيفه ناكلها. قلت لها يلاه نخرجوا. باش فيقتني ماما كان داز الزلزال، كان حبس، وكانوا كيقولوا انه غيتعاود. من بعد عاد شفت انه بزاف الناس ماتوا، والله يرحمهم الله يرحمهم يا ربي. اختي عافاك بشحال داك الضو اللي في لي كولور في بيتك واش كيلصق في الحيط؟ البنت كتهضر على هاد اللاد. بالنسبه للناس زعما اللي ما فرجينش في الفيديو اللي قبل، انا قديت لاد في بيتي، حيت حنايا صلحنا السقف ديال المراح، وكان صافي جات صبا، قلت صافي غادي يجي التريسيان، داكشي علاش قلت صافي انا ندير لاد في بيتي. بالنسبه لي صراحه ما نقدرش نقول لك بالضبط شحال كان الثمن، حيت كان داكشي داخل مع الضو اللي كنا شاريين، الضوا ولا ديال المراح، كلشي كان داخل كلشي مع بعضياتو. انا تما كان قال لي واش غادي تاخدي شي حاجه كاليتي وغاليه اولا شي حاجه رخيصه. انا ما كنت صراحه باغا ناخذ شي حاجه رخيصه باش ما نشريهاش وتخسر، ونعاود عاوتاني نبقى نقلب نشري. قلت انا ناخذ شي حاجه زوينه في مره، قلت لها عطيني شي حاجه الكاليتي زوينه. بالنسبه لواش كيلصقوا في الحيط، راه كيلصقوا في الحيط فيما بغيتيهم تلصقوا فيه. انا في الوقت ندير بحال هكا بلاتو، كنت نهبطهم مع هاد الحيط هذا بحال هكا، وغادي ندوزهم بحال هكا ونعاود نهبطهم مع هاد الحيط. في الاخر قررت اني ندوزهم على السقف بحال هكا في مره من الجناب، والصراحه هكا جا حسن حيت جا مضوي على البيت كله.
ودار لي واحد البواطه حفر لي هنايا الفوق، وباش كنقابل تيكوموند مع واحد بحال الكاميرا خارجه من تما. هادشي شرحته في داك الفيديو، بحال الكاميرا خارجه من تما وكنديرها. فهمتوا؟ انا بدلت، انا دابا مقابله معاه انا خضر زرق. فهمتوا؟ كنبدل اللي بغيت. قلت لك ما نقدرش نقول لك الثمن بالضبط، ولكن صراحه غاليين شويه. وقلت لك راه حفر لي تما. وهنا غادي نكونوا سالينا هذا الفيديو هذا، جاوبتكم على لي كيسيون اللي كنتو كتسولوني في الفيديوهات. وصافي هادشي اللي كاين. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. الا عجبكم متنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد انا غادي نحطو. ونتلاقاو في الفيديو الجاي، وكتبوا لي لتحت الافكار ديال الفيديوهات اللي بغيتوني ندير لكم. باي.